أكذب بيت وأصدق بيت شعر في آن واحد. قال الشاعر المتنبي: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة ويشرب منها رائبا وحليبا. يقول المتنبي: أما من حيث أنه أكذب بيت لأن الذئب لا يعرف كيفية الحلب والنملة أصلا ليست بالحلوب. وأما أنه أصدق بيت من الشعر فيقول المتنبي: كنت مرة في أحد أسواق الكوفة بجوار امرأة فقيرة تبيع السمك، فجاءها رجل غني فاحش الغنى ومتكبر فسألها: بكم رطل السمك؟ فقالت المرأة: ب5 دراهم يا سيدي. فقال الغني: بل بدرهم. فقالت: يا سيدي السمك ليس لي وأنا لا أستطيع أن أبيعه إلا ب5. فقال الغني: أعطني 10 أرطال. وفرحت المرأة وظنت أنه سيدفع 50 درهما، ولما أعطته السمك أخذه ورمى لها ب10 دراهم وانصرف. فنادته المرأة: يا سيدي يا سيدي، وهي تبكي فلم يرد عليها. فناديته أنا أيضا فلم يرد علي. لذلك قلت هذا البيت من الشعر: بعيني رأيت الذئب يحلب نملة